السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ اهلا بيكم، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في مطبخ ماما ناني. النهارده ان شاء الله هنعمل جرس طرية بحشوة مالحة وحشوة مسكرة، جرس بالجبنة والخضار وجرس بالمكسرات وجوز الهند. الجرس ان شاء الله باذن الله تعجبكم. وشايفين الطراوة بتاعتها، شايفين الطريقة ازاي؟ شايفين طريقه ازاي والحشوه جواها بالشكل ده. اتمنى ان الوصفه تعجبكم. بس قبل الاشتراك، قبل ما نعمل الوصفه، اتمنى منكم الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وكمان لايك وشير للقناه. يلا بينا على الوصفه. ودلوقتي نبدأ في عمل هنا أول خطوة من خطوات الجرس. الخطوة دي مهمة جدا، هي خميرة البداية. أول حاجة هجيب كمية من المية، يعني ده ربع كوباية مية، وأحط عليها معلقة خميرة فورية كبيرة، وأحط عليها كده. واجيب هنا معلقه خل. الخل مهم جدا لانه بيخليها طراوه ويخليها هشه جدا. ادي الخميره، اجيب معلقه خل واحده بس عشان تديني حراره، وابدا اقلبهم كويس، واضيف عليهم من حوالي من 3 ل 4 معالق دقيق. معلقه، 2، 3، 4. خليهم بحيث انه ايه، يعني عجينه سايبه زي عجينه الزلابيه او ادخل منها شويه، اسمك منها شويه. الحلاجيه دي هسيبها يعني بعد ما عملتهم كده وخلطتهم مع بعض، عايزين شويه تاني الصراحه. بس كده، واسيبها اركنها على جنب تخمر. شايفين شكلها السمك بتاعها؟ هسيبها على جنب تخمر لحد ما تخمر وتملى العلبه. هبدا في الخطوه الثانيه من عمل الجرس. دلوقتي نبدأ في الخطوة الثانية في عمل الجرس. أنا عندي كمية من الزبادي أو اللبن الرايب اللي عندي زايد مش محتاجاه. لو عندي لبن عادي ممكن. أنا عندي زبادي كان باقي من السحور فهستعمل في عمل الجرس. والخميرة بتاعتي اللي أنا خمرتها، شايفين شكلها خمرت ازاي. وهجيب حلة أو أجيب علبة بلاستيك أو بولة بلاستيك أو أي حاجة، وأحط فيها كمية من المية، كمية من المية كده، وأضيف عليها حبة معلقتين سكر، تقريبا معلقتين سكر كده. وهضيف معلقة ملح، ذرة ملح كده، شوية ملح كده. وهضيف هنا كمية من الزيت، حوالي 100 مللي زيت او كوباية زيت، كوباية الا زيت. وهضيف بعد كده الخميرة بتاعتي، اللبن او الرايب او الزبادي او اي حاجه، او باقي اللبن او باقي اي حاجه عندك. هروح اضيفها دي، انا بستغلتها بدل ما ارميها قلت اعمل منها جرس. حطيتهم كده، واضيف هنا الخميره. شايفين خميره ازاي البدايه اللي قلنا عليها. انا مرضتش اكتر السكر، حطيت معلقتين بس عشان انا ممكن استعملها كجرس مالحه او جرس مسكره يعني. هعمل كده، واجيب كميه الدقيق اللي عندي، حوالي بالكيلو ل2 كيلو دقيق حسب العجينه بتستحمل او الكميه دي، يعني المقادير بتاعتها بالنظر يعني. هضيف كده حوالي دقيق، وابدا اعجن. الجرس دي تنفع للسحور او على الفطار، في الايام العاديه عادي في فطار الصبح. وهي مغذيه، فيها لبن وفيها مواد دهنيه. وطبعا انا بحشيها، هحشيها بالجبنه او بالسكر او البلح او اي حاجه عندي حسب ما انا عايزه. دي شايفين هي دلوقتي محتاجه تاني، محتاجه دقيق تاني. مقدرش اكمل الدقيق كلها، لان هنا هنا الدقيق بيختلف من نوع لنوع التاني. في نوع من الدقيق هنا الرطوبه بتاعته عاليه فمبيحتاجش ميه، ودقيق الرطوبه بتاعته قليله فبيشرب ميه او بيحتاج ميه كتير كده.
افضل الم في العجينه. برضه نفس الحكايه. وادي شكلها هي بعد ما اتعجنت. هاجي كده ايه في الاخر عشان دي هتروح. هكمل كده بايه، حبة زيت. ادي شكلها كده، هي ملزقة في الايد، لازم تبقى ملزقة في الايد. هحط شوية زيت كده. ادي شكلها بعد ما حطيت لها الزيت وعجنتها تاني بالشكل ده، شايفين كده. هسيبها، شايفين ملزقة شوية، هسيبها تخمر وبعد كده ابدأ اشكلها. ودلوقتي نبدأ في عمل الحشوة بتاعة الجرس. عندي بواقي جبنة، أي نوع من الجبنة، جبنة بيضة، جبنة شيدر، أي نوع من الجبنة. هرسها كده بالشكل ده. أنا عندي دلوقتي بواقي جبنة بيضة. هرسها، هضيف عليها فلفل وبقدونس يديها الطعم بتاعها. دي اللي ما احب اعملها بطعم يعني ما يعني حشوات مالحه كانها سندوتشات كده. خلطتها كويس. لو عندي زيتون هحط حبه بس زيت صغيرين علشان ايه، علشان اديها الليونه. حبه زيت كده صغيره. ابدا اهرسها كويس جدا كده، وابدا احشي بيها الجرس بالشكل ده. ادي شكل الخميره بعد ما خمرت. سيبها تخمر كويس. هبل ايدي بالسمن كده، هضرب في ايدي واخد حته بالشكل ده كده، او مش بالسمن هنا، وابدا احط هنا او على الرخامه كده، رش الرخامه كده وابدا احطها عليها كده، وابدا افرد بيها بايدي كده، واحط فيها جزء من الحشوه. هنا بشرت الحشوه، انا بشرت لها، حطيت لها جزر مخلل عشان اديها طعم. عندي الزيتونه حطيت هنا ايه، جزر. هبدا امسك كده بايدي، اضمها كده كده وكده بس، وابدا ايه الفها بايدي بالشكل ده كده، واحطها في صينيه مدهونه سمن. صينيه مدهونه سمن، احط على الحته اللي ايه من جوه كده، وضغطه بايدي كده بالشكل ده. اعمل واحده تاني. اجيب جزء من العجينه كده، هي خمرت بزياده، اعملها كده. اجيب شويه دقيق واحطها على الدقيق عشان اقدر اتحكم في التشكيل بتاعها، وابدا فردها بايدي كده، واخد جزء من الحشوه احطها في النص، وابدا اقفل بايدي كده، امسك الناحيه دي كده اعملها زي القطايف بالظبط كده، وبعد كده ماسكه الناحيه التانية كده، بتبقى زي ايه الكوره على ايدي. ابدا اكورها كده بايدي كده زي الكوره، واحطها في صينيه. انا هتحكم في حجم الجرس حسب انا عايزاها كبيره او صغيره، حسب ما انا عايزاها بالشكل ده. وبعدين وشها بالبيض ورش عليها سمسم وادخلها الفرن.
ايدي بايدي بس عشان متلزقش. عاملة كده وكده بالشكل ده. بعد كده جلبها على الناحية التانية، وهي جلبها شبكت هنا، رحت ايه عملتها كده، عملتها زي السرة كده، زي السرة كده. اروح ايه جلبها على ايدي كده، وهجيبها في الصينية بتاعتي. شايفين الحتة السرة دي حطيتها على الوش كده عشان متفتحش، وابدأ ايدي كده بالها كده. ممكن ادهن وشها سمنة عادي، ادهن وشها بيض زي ما انا عايزة. اخلص الخطوات كلها وبعد كده ارجع لكم. ودلوقتي هنعمل خلطة تاني لحشوة الجرس. دي عبارة عن ايه؟ سكر، جوز هند، زبيب، فول سوداني. ده لو انا عايزة اعملها مسكرة شوية، وهرش على وشها سكر بس. دلوقتي ابدأ في ايه اعمل الطريقة التانية او الحشوة التانية. اجيب الرخامة برضو نفس الحكاية، ادهنها، اعملها دقيق او زيت بالشكل ده كده. لو انا عايزاها عشان هي بس يعني بتلزق في ايدي شوية، اروح اعملها كده، افردها واجيب حشوة من السكر. حشوة السكر دي كده نفس الحكاية بايدي كده، عاملاها زي القطايف كده بالشكل ده، زي القطايف. وبعد كده عاملاها كده، ربطها الناحية التانية، يبقى عاملة زي ايه، زي السرة. وادهن ايدي بزيت، اروح ايه عاملاها كده، مكورها كده بالشكل ده بايدي. اروح اجيب صينية مدهونة بالسمنة او الزيت، وحطها فيها وضغط عليها كده بايدي، ورش عليها حبة سكر عشان افرق بينها وبين المالحة، القطايف المالحة. هعمل واحدة تاني كده، سمنة او زيت براحتك، عايزة تستعمل دقيق براحتك، عايزة تستعمل سمنة براحتك، زيت براحتك عشان تفرديها. هبل ايدي بالزيت. وبعد كده احط خلطة من الحشوة كده، خلطة حلوة. وبعد كده ايه جايباها كده، جايباها كده بعكسها، لو قافلة عليها كويس لماها بايدي عشان الحشوة متطلعش كده. رفعها كده، حطاها في الصينية، وبلا ايدي سمن كده كده، ورشة شوية سكر تاني، واسيب الفطاير دي سواء المالحة او اللي فيها سكر، اسيبها لحد ما تخمر. ادهن وشها بيض، دي مش محتاجة ادهن وشها بيض. التانية هم ادهن وشها بيض، واحط لها سمسم، واحطها في اسيبها تخمر، وبعد كده احطها في الفرن لحد ما تستوي. لما احطها في الفرن احطها على نار عالية لهنا فوق ده، بس درجة حرارة حوالي 220 درجة مئوية، اللي هي درجة عشان المخبوزات زي كده تطلع طرية. لو انا حطيتها على نار هادية هتطلع منشفة ومش هشة. فدلوقتي انا هسيبهم يخمروا، وبعد كده ارجع لكم اوريه لكم بعد ما خمروا. وادي شكلهم بعد ما خمروا، حجمهم الضعف. وانا رشيت لهم عند وشهم بالبيض، او ما عنديش بيض، رشيت السمسم كده بس على وشه، وكان مدهون بالسمن. وايه وهدخلهم الفرن. يعني دلوقتي ندهن وشي بالسمن واحط عليه سمسم عشان ما عنديش بيض. دلوقتي ادخلهم الفرن واوريها لكم بعد ما يطلعوا الفرن. احنا اتفقنا ان الفرن تبقى درجه حرارتها عاليه عشان الجرس تطلع هشه. لو درجه حرارتها منخفضه او بارده هتطلع الجرس ناشفه ومش طريه. وادي شكل الجرس بعد ما طلعت من الفرن، هشه. شايفين الهشاشين بتاع هشه ازاي، هشه وطريه جدا وهديه. بالنسبه للجرس اللي بالجبنه، محشيه جبنه وخضار. في جرس بالسكر انا عملتها لكم، هوريها لكم دلوقتي. وادي شكل الجرس اللي محشيه بالمكسرات، بالزبيب جوز الهند. بس هنا الملحوظه مهمه، اني بعد ما تروح من الفرن ارشهم بحبه رشه ميه خفيفه خالص علشان يحتفظوا بالطراوه بتاعتهم. وبعد كده ادخلهم، اشيلهم في اكياس واشيلهم في الفريزر. ولو بحب عاوز يعني اطلع منهم اطلع، يسيبوا فك وكانه طازه على طول. وبالهنا والشفا.